الو. اهلا يا استاذ جمال، اتفضل. السلام عليكم. اهلا بيك. دلوقتي حضرتك في ملحوظه ما بين العهد القديم والعهد الجديد وحتى في كلامكم بخصوص اما بتيجوا تتكلموا على الانبياء في العهد القديم ما بتديلهمش التوقير اللازم. يعني اما تقولوا مثلا دايما تقولوا ابراهيم، لوط، من غير ما تقول مثلا النبي ابراهيم او النبي لوط. لكن لما بتيجي تتكلم على رموز المسيحيه في العهد الجديد دايما تقول مثلا الرسول بولس، البشير، متى، بتوقروهم. لكن في العهد القديم ما فيش اي توقير للانبياء، مع ان الانبياء اعلى درجه على ما اظن يعني من الرسل في العهد الجديد. وحتى الكتاب المقدس نفسه دايما يركز على مساوئ او عيوب الانبياء في العهد القديم. يعني اتهم مثلا لوط ان هو زنى ببناته، اتهم سيدنا ابراهيم ان هو ادى مراته لفرعون عشان مقابل اغنام وفلوس وكلام من ده. فليه التفرقه ما بين العهد القديم والعهد الجديد؟